مش متخيلين العيش ده طري ولذيذ ازاي، طعمه تحفة. العجينة بتاعته هشة جدا، كأنكم كده ماسكين قطن في ايديكم. يلا بينا نشوف طريقته. هنجيب اول حاجة بيضة بدرجة حرارة الغرفة، عليها 3 معالق كبار من حليب محلى مكثف، وعليهم معلقة كبيرة من السكر، وعليهم كوباية الا ربع من الحليب، ومعلقة كبيرة من الخميرة. هخلط المكونات كلها مع بعض كويس. بعد ما خلطتهم مع بعض هضيف 3 كوبايات من الدقيق، وعليهم معلقة صغيرة من الملح، وهخلط المكونات كلها مع بعض كويس. هبدأ بعد كده مرحلة العجن. هعجن كويس بإيدي لمدة 10 دقايق. وطبعا لو احتاجتوا دقيق وانتوا بتعجنوا ممكن تضيفوا ربع كوباية. بصوا العجينة هتوصل معاكم مش هتلزق خالص بالشكل ده. هضيف عليهم 3 مكعبات من الزبدة او 3 معالق من الزبدة كبار بدرجة حرارة الغرفة. هبدأ بعد كده اعجن الزبدة والعجينة اللي انا عملتها كويس مع بعض لمدة 10 دقايق. هتحسوا كده وانتوا بتعجنوا في الاخر ان العجينة طرية جدا في ايديكم. بصوا مش هتلزق خالص بالشكل ده. هنغطيها كويس وهنسيبها ساعة ونص عشان تتخمر. بصوا الجمال يا جماعة، العجينة ما شاء الله شكلها تحفة. هنبدأ نلم العجينة كده بإيدينا، وبعد كده هحطها على مفرش العجين أو أي حاجة مسطحة، وأبدأ دلوقتي إني أقسمها. قسمتها ل10 كور. طبعا بعد ما نقسم الكور هنغطيها كويس لحد ما نعمل كل كورة. وزي ما انتم شايفين هبدأ إني أفرد كل كورة بالشكل ده، وبعد ما أفردها هبدأ إني أبرمها وافردها بايدي شوية، وبعد كده هفردها تاني بالنشابة. هنا بقى لازم تركزوا كويس. هقطع بالسكينة الناحيتين وهسيب الحتة اللي في النص مش هقطعها، وهبدأ اني اضفر اول ناحية بالشكل ده. الناحية التانية هبرمهم كويس كده بالشكل ده، وبعد كده تاني هضفرهم برضو بحيث ان الناحية دي تكون رفيعة عن الناحية التانية. وبعد كده هبدأ اني الفها كده بالشكل ده. وطبعا لازم نقفل الطرف الاخير كويس. بصوا شكلها كيوت ازاي. بدأت بقى اني اعمل كل الكور كده بنفس الشكل. هدوب 3 معالق من الزبدة واحط عليهم 3 معالق كبار من الحليب المحلى المكثف. هقلبهم مع بعض كويس، وفي صينية حاطين فيها ورقة زبدة هبدأ اني ادهن بيها الخليط اللي انا عملته، وهدهن كمان الجوانب بتاعة الصينية. وبعد كده هرص الوردات اللي انا عملتها، هسيب ما بينهم كده فراغ بسيط قوي. هغطيهم واسيبهم يتخمروا تاني لمدة نص ساعة. بصوا شكلها بقت عاملة ازاي، تحفة. وهنا قبل ما تخش الفرن دهنت الوش بتاعها ببيضة، وهدخلها الفرن لمدة نص ساعة على درجة 180. اول ما تاخد وش كده هطلعها على طول. هبدأ اني ادهنها تاني بالحليب المحلى المكثف والزبدة اللي انا عملتهم في الاول. شايفين يا جماعة الحلاوة؟ تحفة. العجينة متأكدة ان هي تنجح معاكم. احلى عجينة انا جربتها حرفيا. العيش طري جدا، ويعني حرفيا عامل زي القطن. الحليب المحلى المكثف اللي احنا ضفناه في العجينة فرق جدا، وكمان طعمه تحفة. مسكر كده شوية، وبجد هيعجبكم قوي. ولو عجبتكم الوصفة قولي رايكم.